بسم الله. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم شروط مبادره احلال السيارات وتحويلها لغاز طبيعي، والشروط الناس اللي هتقدم الشروط وموديلات العربيات وكل التفاصيل ان شاء الله. انا هقرا لكم من موقع المصري اليوم. اعلنت الحكومه اليوم الاثنين، ده كان امبارح، تفاصيل البرنامج القومي لتحويل واحلال السيارات للغاز الطبيعي، واطلاق المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقه النظيفه الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم. تستهدف المرحلة الأولى من برنامج ومدتها 3 سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. وخصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة في كل المحافظات. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات اليوم أن السنة الأولى من البرنامج تستهدف إحلال 70 ألف سيارة بواقع 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص. وستقدم الحكومة دعما يطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحد أقصى 50 ألف سيارة للواحدة بحسب ما قالته وزيرة التجارة. وتشترط المبادرة أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة، يعني اللي عدى عليه 20 سنة هو اللي هيبقى مستفيد من المبادرة دي حتى تستفيد من البرنامج، على أن يكون السيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة، يعني لازم تبقى رخصة العربية باسمك. وستقوم الحكومة باستلام السيارات القديمة وتخريدها عن طريق وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وتحديد مقابل التخريد يعني الذي سيختلف من سعر السيارة الأخرى. يعني هي الحكومة اللي هتحدد سعر السيارة عندك دي هيبقى سعرها كام وهتبقى فضل عليها قد ايه. وسيتم استخدام قيمة الحافز مقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك. يعني هي وزارة الداخلية هتحدد لك قيمة السيارة، تمام، وده هيبقى مقدم للسيارة الجديدة. وأطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة منخفضة 3% مقطوعة، وستكون متوفرة في كل البنوك. وقالت وزيرة التجارة أن التقديم للمبادرة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهو هسيبه لكم في الديسكريبشن. وإنه سيتم التواصل مع أصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط. يعني ببساطة كده، أنت السيارة القديمة هتدفع كمقدم، وهتقدم على كارد بالأوراق المطلوبة لو هتنطبق عليك الشروط، تمام. وده هيبقى يعني العربية القديمة هيبقى مقدم، وبعد كده هتاخد بقى انت الكارد ده وهيتقسط على كذا سنة أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط ومدتها. وأضافت الوزيرة أن الإجراءات والشروط ستكون موحدة في كل البنوك المصرية التي ستشارك جميع المبادرة. وقالت الوزيرة أن استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي وهو البنزين والسولار، بما يحقق دخل أفضل لسائقي الأجرة والميكروباص، بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث. وشهد المعرض الخاص بتكنولوجيا إحلال السيارات اليوم زحاما شديدا. وشهد المعرض الخاص بتكنولوجيا إحلال السيارات اليوم زحاما شديدا من المواطنين أصحاب السيارات وتحديث الوزيرة مع الحاضرين وطلباتهم بالتقدم من خلال الموقع الإلكتروني. هسيب لكم الموقع في الديسكريبشن، حيث أن المعرض مخصص فقط للاطلاع على السيارات المشاركة في المبادرة والإجراءات الخاصة بها. يعني الناس كانت رايحة تتفرج بس على موديلات العربيات. شروط التمويل للسيارات الملاكي: ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة. أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، يعني الرخصة تبقى سارية. أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد، بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية ووديعة. دي هتبقى شروط يا جماعة اللي هياخدوا مثلا العربيات دي، ان انت يبقى عندك مثلا عندك بيت، عندك شقة، موظف حكومي، صاحب نشاط تجاري، تمام، سجل تجاري وبطاقة ضريبية والكلام من ده كله. 4. فترة السداد تصل إلى 120 شهرا
متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور. يعني فترة السداد هتبقى على 120 شهر. تمام. يعني دي على 10 سنين يا جماعة. 120 شهر بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور. المستندات المطلوبة: صورة البطاقة، الرقم القومي للمستفيد والضامن، لازم يبقى معاك ضامن. تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن. عقد إيجار، تمليك، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليهم أكتر من 3 شهور. ركزوا معايا في الشروط دي. رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها. شروط تمويل السيارات الأجرة والميكروباص، اللي فوق ده كان الملاكي. الله يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، نفس الشرط اللي فوق. أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، ده بالنسبة لعربيات الأجرة. الالتزام للمتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، شهادة الجيش يا جماعة. اللي قضى خدمة عسكرية معاه الشهادة بتاعته، اللي أخد تأجيل معاه الشهادة بتاعته، اللي أخد إعفاء الشهادة بتاعته. ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد. 6. ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع، ومن ذلك توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة. يعني في تحليل مخدرات يا جماعة. الناس بقى طبعا السواقين والكلام من ده كله، طبعا كله لازم يبقى نظيف يعني. فترة السداد تصل ل 120 شهر متضمنة بحد أقصى 3 شهور، ده نفس شروط الملاكي. المستندات المطلوبة: صورة البطاقة، الرقم القومي للمستفيد والضامن. تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن. عقد إيجار، تمليك، عقد إيجار أو تمليك يعني إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليهم أكتر من 3 شهور. رخصة سيارة سارية القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها، اللي هي صورة رخصة العربية القديمة يعني. أتمنى تكونوا إن شاء الله استفدتوا، إن شاء الله. وهسيب لكم الموقع في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.